مخاوف في رابطة الأندية من أن تضطر لتأجيل مباراة الأهلي وبتروجيت غدا بسبب العاصفة الترابية المتوقعة، وتواصل مستمر على مدار الساعة مع هيئة الأرصاد للإطمئنان على الأحوال. توقعات بأن لا يكون هناك حضور جماهيري كبير في مواجهة الأهلي غدا بسبب التحذيرات الكبيرة من الأحوال الجوية. توقعات بظهور علي معلول مع الفريق بشكل أساسي أمام بتروجيت في مواجهة الغد بعدما استبعد عماد النحاس مصطفى العش من القائمة تماما، وذلك رغم وجود كوكا وعمر كمال عبد الواحد الذين يؤدون بشكل جيد في هذا المركز. توقعات ببدء عماد النحاس بثلاثية إمام عاشور وقفشة ومروان عطية في وسط الملعب غدا بعد خروج أكرم توفيق من قائمة الفريق، ووجود رغبة لدى النحاس في زيادة الفعالية الهجومية. طاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأسامة أبو علي يزورون مارسيل كولر في مقر إقامته بالقاهرة لتوديعه قبل مغادرة البلاد في 8 من صباح الغد عائدا إلى سويسرا. مصدر مسؤول بالأهلي يستبعد إمكانية منح عماد النحاس فرصة قيادة الفريق في كأس العالم للأندية حال قيادته الفريق لتحقيق بطولة الدوري، ويؤكد أن التوجه هو قيادة المدرب الجديد للفريق في البطولة بغض النظر عن فوز الفريق باللقب من عدمه. محمد الشناوي ولاعبي الأهلي الكبار يتعهدون على خوض ال6 مباريات المتبقية بالدوري وكأنها مباريات كؤوس ولا تقبل سوى بالانتصار للتمسك لآخر لحظة بحظوظهم في التتويج باللقب بعدما أصبح لديه أدوار فنية. محمد شوقي يخصص فقرة للاعبي الأهلي للتسديد من خارج منطقة الجزاء لتطوير أدائهم في هذا السلاح الذي لا يستفيد الفريق منه منذ فترة طويلة. صراع شرس وقوي في التدريبات بين جراديشار وأسامة أبو علي على قيادة هجوم الفريق أساسيا مع عماد النحاس، والأخير يدرس منح المهاجم الفلسطيني الفرصة للظهور أساسيا في محاولة لإعادة الثقة له على أمل أن تساهم في عودته للتألق. الأهلي يضم عبد الرحمن عيسى مخطط أحمال المنتخب السابق لجهاز عماد النحاس للعمل مع الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني جديد. الأهلي يؤكد مجددا صعوبة الموافقة على بيع إمام عاشور الفترة القادمة في ظل تأكيد البعض مؤخرا أن اللاعب مستهدف من أحد كبار الدوري السعودي بعد تألقه اللافت الفترة الأخيرة. الصحافة التونسية تؤكد أن محمد علي بن رمضان أصبح أقرب من أي وقت مضى من الأهلي، وأنه من المتوقع أن تنتهي الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعد حدوث توافق كبير بين الناديين على المقابل المادي. الصادق كحبيش المحلل التونسي الكبير ينتقد بشدة إدارة الترجي التونسي ويؤكد لهم أنه كان من الأفضل بيع محمد علي بن رمضان للأهلي المصري في السنوات الماضية والاستفادة ماديا بدلا من التفريط في مجاني للنادي المجري الذي سيبيعه للأهلي حاليا برقم كبير، وأنه كان من الأولى أن يستفيد النادي من هذه الأموال بدلا من النادي المجري الذي انتقل له اللاعب مجانا. بعض الإعلاميين التوانسة يدافعون عن محمد علي بن رمضان وتفضيل العودة للأهلي على الترجي التونسي، ويؤكدون أنه من الطبيعي جدا أن يبحث اللاعب عن مصلحته الشخصية في ظل الفوارق المالية الضخمة بين الناديين، خصوصا أنه من الصعب أن يمنحوا الترجي نصف ما سيحصل عليه في الأهلي، وأنه يحق لجماهير الترجي أن تلوم على اللاعب فقط إذا عاد للإفريقي أو النجم الساحلي، لكنه عاد الآن إلى الأهلي رغبة منه في تحقيق النجاحات الكبيرة التي حققها علي معلول، وكذلك الاستفادة ماليا من الاستقرار الذي يعيشه الفريق المصري. رئيس نادي الخلود السعودي يؤكد أن النادي لديه رغبة مبدئية في الإبقاء على أليو ديانج مع الفريق في الموسم القادم، لكنهم سيحددون موقفهم النهائي بنهاية الموسم بالدوري السعودي. نادي الزمالك يبلغ اتحاد الكرة في خطاب رسمي برفض التحقيق مع زيزو في مقر الجبلية بعدما اقترح محامي اللاعب نقل التحقيق إلى هناك بسبب مخاوف موكله على حياته والتواجد داخل نادي الزمالك. ويؤكد لمسؤول الجبلية بأن التحقيق مع اللاعب لن يتم إلا في مقر النادي وفقا للمواعيد التي يتم اختاره بها. المتحدث الرسمي لنادي الزمالك يؤكد أن ما يقال من زيزو ومحامي اللاعب عن تخوفه من الخضوع للتحقيق في نادي الزمالك خوفا على حياته عيب أن يقال في دولة قانون مثل مصر وفي نادي مثل نادي الزمالك، خصوصا أنه لا أحد يملك الجراءة للتعرض لأي شخص في دولة قانون. ويؤكد أنه لا يوجد أي نوع من الخوف أو ما يستدعي ذلك، وأن انقطاع اللاعب عن التدريب هو أمر غير قانوني على الإطلاق، وخاصة أنه أتى في مرحلة حاسمة من الموسم. أحمد شوبير ينصح زيزو بالذهاب إلى مقر نادي الزمالك والخضوع للتحقيق مثلما يريد نادي طالما أكد النادي بأنه لا يوجد ما يستدعي تخوفه من تعرض أي شخص له. خالد الغندور يستغل سوء مستوى أشرف بن شرقي مؤخرا وجلوسه بديلا في آخر مواجهتين للفريق الأحمر، ويحاول التأثير على اللاعب نفسيا بتصريحاته والحديث عن ضم الأهلي له رغم عدم قناعة كولر به كيدا في الزمالك فقط. وجماهير الأهلي تهاجم فطوطة وتطالبه بالاهتمام أفضل بمستوى لاعب الزمالك المتدني. اتجاه كبير في الأهلي لاستبعاد اسم الألماني ماركو روزا من قائمة الأسماء المرشحة بسبب مطالبه المالية الخيالية وبعض الشروط التي لا تتناسب مع النادي. المقاولون العرب يستغل اهتمام الأهلي وبيراميدز بالحصول على خدمات محمد أحمد سيحة حارسه المعار لحرس الحدود لفتح مزاد لبيع اللاعب بأعلى سعر.
بعدما أثار أحمد شوبير جدل واسع صباح اليوم برده على أحد الجماهير التي تستفسر عن جديد عرض فالنسيا الإسباني النجلو. الأهلي يؤكد أنه حتى هذه اللحظة لم يصل للنادي أي عروض رسمية لمصطفى شوبير، وما حدث كان مجرد استفسار فقط من شركة تسويق كبرى، وأنه لا مانع لدى النادي في دراسة أي عروض ستصل للاعب. مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني يؤكد لبعض اللاعبين المقربين منه في الأهلي أنه قد يتواجد معهم في كأس العالم للأندية حال حدوث توافق بين نادي الفرنسي ومسؤول الأهلي خلال الفترة القادمة. المنتخب الفلسطيني يتمسك بتواجد أسامة أبو علي معه في معسكر يونيو القادم في ظل ارتباطه بمواجهتين في غاية الأهمية أمام الكويت وعمان، ومحاولات من الأهلي التوصل معهم لحلول ودية حتى يتواجد اللاعب مع الفريق في فترة الإعداد للمونديال. شركة أورا العقارية التي يملكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تقترب من الحصول على حق تسمية استاد الأهلي مقابل 5 مليون دولار سنويا. رابطة النقاد الرياضيين تصدر بيان رسمي تؤكد أن جميع مقاطع الفيديو التي حصلت عليها لم تثبت إدانة أي صحفي في واقعة إلقاء الزجاجات على كولر بعد مواجهة صن داونز والتي أثارت جدل واسع الأيام الماضية. أهلي جدة السعودي يطيح بالهلال من دوري أبطال آسيا ويصعد للنهائي للمرة الثالثة في تاريخه. خسارة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا تفتح الباب أمام اجتهاد البعض في مصر عن إمكانية تدريب كولر للفريق السعودي بدلا من جيسوس الذي يواجه شبح الإقالة. محمد النني لاعب المنتخب الوطني ينافس على جائزة أفضل لاعب في شهر إبريل بالدوري الإماراتي بعد تألقه الفترة الأخيرة بنادي الجزيرة. صاني يتمسك بالبقاء في بايرن ميونخ الألماني ويرفض الانتقال للأندية السعودية رغم العروض الضخمة. رولاني مكوينة يغادر الوداد المغربي بعد فشله في تحقيق أي شيء مع الفريق وتكرار تجربة موسيماني والأهلي. الزمالك يتفق مع عبد الرحمن مجدي جناح بيراميدز على التواجد معه الموسم المقبل وينتظر رفع حظر القيد للدخول في مفاوضات مباشرة مع بيراميدز بشأن اللاعب. الزمالك ينفي كل ما يصار حول تفاوضه مع فيوتشر لضم علي زعزع وغنام محمد وأحمد عاطف. ناصر ماهر يتعرض لإصابة جديدة في مران الزمالك ويغيب عن الفريق أمام المصري البورسعيدي. وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق. رحيل مارسيل كولر بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا منطقي للغاية، وأحيانا تصل الأمور إلى حائط سد ويكون من الصعب أن تستمر العلاقة، وأحيانا تكون المشكلات نفسية أكثر من فنية، وجميعنا رأينا جميع المشكلات مع اللاعبين. علاقة كولر مع اللاعبين تدهورت بشكل كبير الفترة الأخيرة وكان من الصعب بقاؤه أكثر من ذلك، وعلى رأسهم أشرف بن شرقة الذي جلس بديلا رغم أنه جاء سوبر ستار. والجماهير بدأت تحاسب كولر بعد التدعيمات القوية التي تمت في يناير الماضي، ولا يوجد أداء من وقتها يرضي الجماهير، ومع النتائج السيئة كان لابد من الإقالة وتغيير الجهاز الفني، وهو ما تم بالفعل. مارسيل كولر مدرب لا يستمع للآخرين تماما، ولدي معلومة مؤكدة بأن كولر لم يكن يستمع لسامي قمصان مطلقا وكان يقلل من رأيه بشكل دائم. الأهلي لم يكن يعاني إداريا لكن غياب التفاهم الفني أضعف المنظومة، لكن يجب التأكيد أن مسؤولية الخروج الأفريقي ليست على كولر وحده، وتحميل المسؤولية كاملا ليس عدل، خصوصا أن اللاعبين لم يقدموا الأداء الأفضل والمنتظر منهم، وكان عليهم أن يعوا قيمة القميص الذي يرتدوه ويظهروا الروح اللازمة للوصول إلى النهائي. الأهلي يحتاج الفترة القادمة لمدير فني قوي يجيد التعامل مع النجوم كما فعل مانويل جوزيه سابقا، خاصة وأن لدينا لاعبين أو ثلاثة في كل مركز من السوبر ستار، ويجب أن يوجد التدوير بينهم لتجنب أي أزمات وأن يكون حازم مع الجميع. إمكانية خروج الأهلي بموسم خالي من البطولات هذا الموسم مسألة ليست مقلقة، فالأهلي اعتاد على تجاوز الأزمات بقوة ودائما ما يخرج منها أكثر شراسة. المهم الآن هو معالجة المشاكل الحالية والتحضير الجيد للموسم المقبل لاستعادة قوته المعهودة. مسؤولية كولر مشتركة مع الإدارة، والإدارة تأخرت في قرار إقالته، خصوصا أن الأداء الفني كان واضح للجميع من البداية، وكان هناك اعتماد زائد عن الحد على النتائج الإيجابية المؤقتة رغم تلبية مطالبه الفنية لتحسين الأداء، بداية من التعاقد مع وسام أبو علي حتى جراديشار وأشرف بن شرقي. ولكن تدهور المستوى الفني والنتائج أدى إلى اتخاذ قرارات تصحيحية بالاستغناء عن كولر والجهاز الفني كامل. قرارات التصحيح بدأت بإقالة كولر، ولكن يجب غربلة الفريق الفترة القادمة والاستغناء عن اللاعبين الذين لا يقدمون إضافة حقيقية، مع الحاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع قوي وظهير أيسر ذو مستوى عالي، والانتهاء من الملفات المتعلقة بلاعبين مثل علي معلول ويحيى عطية الله ومصطفى العش وكريم الدبيس، وتحديد موقفهم النهائي من البقاء أو الرحيل.
وأعتقد أن العش مستمر مع الأهلي بناء على مؤشرات فنية، وقد يكون بديل جيد في المنتخب بعد إصابة محمد عبد المنعم. جراديشار مهاجم متأسس في أوروبا لكنه ليس مهاري، وهو مهاجم كما يقول الكتاب، لكنه لا يقدم الأفضل على أرض الملعب حتى الآن. بيراميدز هو المرشح الأبرز للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب مامولودي سان داونز الذي يعاني من مشاكل دفاعية واضحة، ولم ينجح الأهلي من الاستفادة منها بسبب الطريقة الدفاعية التي خاض بها مواجهتي الذهاب والإياب.